السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ طلاب الصف السني الاعدادي، ايه الاخبار يا شباب؟ طبعا الدفعه العزيزه على قلبي والدفعه المطحونه، ربنا يعينكم يا رب. النهارده ان شاء الله جايين معاكم بدرس جديد في الجبر، وهو الدرس اسمه العمليات على الاعداد الحقيقيه. طيب احنا كنا خدنا قبل كده يعني ايه عدد حقيقي، اللي هو كل الاعداد اللي انت درستها. طيب كنا واخدين حاجه اسمها اعداد نسبيه، اللي هي كسر اعتيادي او كسر عشري او عدد ليه جذر بمعنى صح، وعدد غير نسبي اللي هو عدد ملوش جذر، يعني زي جذر 2، جذر 5، جذر 7، جذر 8، الارقام دي تجيب جذورها على الاله هيطلع زي ما هي بقيمه الجذر بتاعها. طيب دي سميناها اعداد غير نسبيه، لمينا بقى النسبي والغير نسبي مع بعض في مجموعه سميناها الاعداد الحقيقيه. النهارده جايين ناخد حاجه اسمها العمليات الاعداد الحقيقيه، ايه العمليات اللي هي الجمع والطرح والضرب والايه والقسمه. طيب تعالى كده الاول اعرفك حاجه، عندي حاجه اسمها الحدود الجذريه المتشابهه. طب الاول هو الجذر بتاعي ده بيحتوي على ايه؟ لازم نعرف الجذر بتاع الحاجات المحتوى اللي جواه. هنا في رقم بره بسميه معامل الجذر، الرقم اللي بره ده بسميه معامل الجذر. وخلي بالك لو انا مثلا كاتب لك جذر 2 بس كده، بيبقى الرقم اللي بره بعتبره واحد. لو تفتكر زي ما كنت بقول لك ايه، لو الاكس لوحدها يبقى اللي قدامها واحد، يبقى اللي بره معامل الجذر، اللي فوق على الجذر اسمه دليل الجذر. طيب هو ده يا مستر ليه دليل؟ جذر تربيعي، بس ما بنكتبش الاثنين ليه؟ تخفيف. لو انت ما كتبتش الجذر او ما كتبتش الاثنين اعرف ان هو جذر تربيعي. طيب لو هنا مكتوب 3 يبقى ده جذر تكعيبي، طب عاوز اخليه 4 يبقى الجذر واكتب عليه 4 من فوق، وهكذا زي كده مثلا. بس احنا عندنا السنه طبعا اخرنا الجذر التربيعي والتكعيبي. عندي حاجه اسمها المجذور، المجذور اللي هو الرقم اللي جوه الايه؟ الجذر، وطبعا علامه الجذر دي الحاجات بتاعه الجذر او مكونات الجذر بتاعي. طيب تاني حاجه كده ركز معايا، عندي حاجه اسمها جذور متشابهه او حدان جذريان متشابهان وحدان جذريان غير متشابهان. طب ايه الجذرين المتشابهان؟ اللي بيكون ليهم نفس الجذر ونفس المجذور او نفس الرقم اللي تحت الجذر. يعني زي ايه؟ لما اجي اقول لك 5 جذر 2 وسالب 3 جذر 2، هو دي حدود جذور متشابهه او دي جذور متشابهه؟ ازاي يا مستر؟ ده هنا بره 5 وهنا سالب 3، مالكش دعوه باللي بره، ما يشغلكش. انا يشغلني حاجتين، الجذر والرقم اللي جواه. ده جذر تربيعي وده جذر تربيعي، يبقى اول شرط متوفر. تاني حاجه هنا 2 وهنا 2، تاني شرط متوفر، يبقى دي اسمها جذور متشابهه. جذور ايه؟ متشابهه. طب تعالى معايا كده في التاني، بص كده، هنا 5 الجذر التكعيبي الاثنين، وهنا 5 جذر التربيعي الاثنين. طب هل دي جذور متشابهه؟ هو اللي بره متشابه، ماليش علاقه قلت لك باللي بره. طب بص كده للجذر، هنا جذر تربيعي وهنا جذر تكعيبي، خلاص يبقى مش متشابه. هتيجي تقول لي ما في 2 و2، طالما الجذور نفسها مش متشابهه يبقى دي جذور غير متشابهه، ولا ينفع اجمعها ولا اطرحها. طب تعالى كده معايا هنا، الحدان الجذريان دول 7 جذر 2 و7 جذر 3. طيب 7 و7 برضه ما بيشغلش بالي باللي بره. طب ده جذر وجذر، جميل، التربيعي ده تربيعي وده تربيعي يعني زي بعض، بس بص كده للي جوه، هنا 3 وهنا 2، هل دول شبه بعض؟ لا، تبقى دي جذور غير متشابهه او مختلفه. طب ده كده اول حاجه نعرفها عن الجذور. طب تعالى افكرك كده بحاجه مهمه سريعه كنا واخدينها في سنه اولى اعدادي. لو انا عندي حاجه اسمها حدود جبريه بقى، ايه الحد الجبري ده؟ افكرك بيه كده، اللي هو رقم مع رمز. فاكر انت لما كنت اقول لك مثلا 8 اكس زائد 3 اكس، كنت بتقول لي بص يا مستر هناخد منهم اكس بره اهي، واجمع المعاملات، كنا بنسميها معاملات دي، 8 زائد 3 11 يطلع 11 اكس. طب لو اطرح نفس الموضوع، هاخد منهم اكس بره واطرح 8 ناقص 3 5 اكس. طيب لو بقى مختلفه اكس وواي، ما كناش ولا بنجمع ولا بايه، بنطرح بنسيبها زي ما هي. نفس الموضوع ده هعمله مع الجذور. يعني بص كده معايا، 5 جذر 3 زائد 3 جذر 3، هاخد منهم جذر 3 بره اهي، واجمع المعاملات اللي بره. 5 زائد 3 كام؟ 8 جذر 3 اهي. طب الطرح نفس الموضوع، هاخد منهم، بس خلي بالك احنا اتفقنا ان لازم يكون نفس دليل الجذر ونفس الرقم اللي جوه الجذر عشان اعرف اجمع واطرح. فهنا هناخد منهم جذر 3 واطرح 5 ناقص 3 2، يبقى 2 جذر 3. طب تعالى معايا كده على شويه امثله كده نشغل دماغنا. لو جيت قلت لك اوجد ناتج كل مما ياتي بابسط صوره، طبعا المسائل دي سهله تتعمل على الاله مفيش مشكله، بس تعالى نفهمها الاول. لو جيت قلت لك 3 جذر 7 زائد جذر 7، هعمل ايه؟ اخد منهم جذر 7 واحده
وهجمع المعاملات. طب هنا 3، طب هنا في حاجه لا قلت لك بنعتبرها 1. 3 زائد 1 كام؟ 4، يبقى 4 جذر 7. 4 جذر 7. طب تعالى معايا كده على المثال اللي بعده. قال لك او تعالى هنا رقم 2 اهي، 5 جذر 3 ناقص 3 جذر 3 ناقص 2 جذر 3. لو لاحظت كلها جذر 3، خد منهم جذر 3 وريح دماغك. تعالى هنا مع بعض واحده واحده. 5 ناقص 3 2، 2 ناقص 2 0. الله، ده بصفر يبقى الناتج كله هيطلع صفر، لان المعامل اللي قدام الجذر مضروب في الجذر. مش فاهم يعني مثلا هنا 0 جذر 3 معناها 0 في جذر 3. طب 0 في جذر 3 بكام؟ بصفر، او 0 في اي حاجه عامه بايه؟ بصفر. طب هنا هناخد دي كده جذر 6. خلي بالك جذر تكعيبي، جذر تكعيبي، جذر تكعيبي. اروح جاي واخد الجذر التكعيبي للست، واجي اقول له هنا السالب ده معناها سالب 1 زائد 4 ب3. الاشارات مختلفه، اطرح وخد اشاره الكبير. 3 ناقص 2 يبقى 1، والواحد ما بيتكتبش خلاص، يبقى الجذر التكعيبي للست. وخلي بالك ان شغل الجذر التكعيبي على الاله رخم. الاله ما بتعملش الجذر التكعيبي، بتطلع لك كسور عشريه. عشان كده لما بنيجي نشتغل جذر تكعيبي لازم تمشيها خطوه خطوه بايدك. طب تعالى على السؤال اللي بعده كده. هنا بيقول لك 4 جذر 5 ناقص 2 جذر 5 زائد 5 جذر 5 ناقص جذر 5. هناخد منهم جذر 5 واحده، وهجمع 4 ناقص 2 2، 2 زائد 5 7، 7 ناقص 1 6، يبقى 6 جذر 5. طب تعالى معايا كده على الاسئله اللي بعدها. برضه ممكن تجيلك في اي اختيارات. قال لك اختر الاجابه الصحيحه من بين الاجابات المعطاه. جذر 7 زائد جذر 7، اتفقنا بناخد منهم واحده واجمع المعاملات. اعتبر هنا 1 وهنا 1 يبقى 2، يبقى هنختار 2 جذر 7. طب المساله اللي بعدها 2 جذر 2 ناقص 3 جذر 2، خد منها جذر 2 واطرح المعاملات. 2 ناقص 3 بسالب 1، هكتب السالب والواحد ما بيتكتبش، يبقى سالب جذر 2. المثال اللي بعده 2 جذر 3 زائد 3 جذر 3. برضه هنا هنجمع الجذور متشابهة، خد منهم جذر 3 واجمع الأرقام. 2 زائد 3 يبقى 5، يبقى 5 جذر 3. طيب ركز معايا في السؤال ده هيوضح لك برضه الفكرة أكتر. قايل لك واي بتساوي 5 جذر 3 واكس بتساوي 9 جذر 5، اوجد اكس ناقص واي. طب هو مين الاكس؟ الاكس اللي هو 9 جذر 5، يبقى دي 9 جذر 5 ناقص واي اللي هو 5 جذر 3. استنى كده يا مستر ده جذر 5 وده جذر 3، ما ينفعش اعمل حاجه. امال ايه؟ سيبها زي ما هي، اقف كده خلاص اهي. يبقى ده الناتج بتاعه، هو الاختيار بتاعي 9 جذر 5 ناقص 5 جذر 3. طيب السؤال اللي بعده، او تعالى بقى على الضرب والقسمه. احنا خدنا دلوقتي الفكره عن الجمع والطرح، قلنا في الجمع والطرح لازم تكون الجذور متشابهه عشان اعرف اجمع واطرح. طب تعالى معايا كده في الضرب والقسمه. هنا بيقول لك برضو نفس الموضوع اللي كنا واخدينه في الحدود الجبريه. لما نيجي بنضرب المعاملات ونضرب الرموز. طب تعالى نشوف ازاي. يعني سالب 3 اكس زائد في 5 اكس اسف. لما اجي بضرب الاول الاشارات. سالب في سالب هتديك سالب في موجب هتديك سالب. 3 في 5 ب 15. طب لما اجي اضرب الرموز باخد منهم رمز، وانا سامع واحد بيقول لي انت كنت بتقول لي يا مستر لما باجي اضرب عند الضرب بجمع الاسس لو الاساسات متشابهه. طب هنا الاساسات متشابهه هناخد منهم اكس واجمع 1 و1 2، هتطلع السالب 15 اكس اس 2. طب تعالى على المثال اللي بعده على القسمه المره دي. هنقسم عادي برضو المعاملات على بعض. 8 على 2 فيها الاربعه. طب عند القسمه اخد منهم اكس واحده واطرح الاسس. 3 ناقص 1 2 يبقى 4 اكس اس 2. طب هنا المعاملات او الجذور نفس الفكره بس خلي بالك لما بضرب جذرين في بعض بنفس المعامل باخد اللي تحت الجذر بس. مش فاهم حاجه. يعني كانت في مقوله بتقول لك ايه؟ جذر في جذر يعطي ما تحت الجذر بس لنفس الرقم. يعني ايه؟ يعني جذر 3 في جذر 3 هشيل الجذر واخد 3 يبقى بيساوي 3. طب جت منين؟ تعالى نفهم. هو انا اصلا لما بضرب الجذور
بضربها ازاي؟ بروح جاي واخد جذر منهم، جذر تربيع اهو، واضرب الارقام اللي تحت الجذور. يعني ايه؟ يعني اقول له 3 في 3 بكام؟ ب9، يبقى جذر 9. هو جذر 9 بكام؟ ب3. طب لو عملت الخطوه دي غلط، لا عادي اعملها واحده واحده لو انت ناسي. طب جذر 2 في جذر 2 2. طب جذر 5 في جذر 5 ب5. طب جذر 6 في جذر 6 ب6، وهكذا لما يكونوا الجذور متشابهه وكل حاجه فيها شبه بعض. طب تعالى معايا كده على مثال زي ده. مثلا لو حبينا نضرب جذرين زي كده، 4 جذر 3 في سالب جذر 3. هنضرب المعاملات الأول، موجب في سالب بسالب، 4 في 1 ب4. خلي بالك قلت لك لما بيجي لك معامل جنب الجذر معناها المعامل مضروب في الجذر. يبقى انا سالب 4 في الناتج اللي هيطلع من هنا. طب هو جذر 3 في جذر 3 ايه؟ لسه قايلين جذر 3 في جذر 3 هتدينا 3. يبقى سالب 4 في 3 يطلع بسالب 12. طب تعالى معايا كده على القسمة، برضو القسمة نفس الموضوع. هنقسم المعاملات على بعض، 18 على سالب 2 تطلع بسالب 9. طب جذر 7 على جذر 7 أي حاجة على بعض زي بعض، الناتج بتاعهم 1 طبعا ما عدا 0 على 0 كمية غير معينة. يبقى الجذر 7 مع الجذر 7 هيديك 1، سالب 9 في 1 بسالب 9. طب السؤال اللي بعده، لو قال لك إذا كان إكس ب7 جذر 5، واي بجذر 5، زد الجذر التكعيب ب2، أوجد قيمة كل مما يأتي. أول حاجة عندي إكس واي. يعني إيه إكس واي؟ يعني إكس في واي. يبقى إكس واي هيساوي الإكس 7 جذر 5 في واي اللي هو جذر 5. طب تعالى نضرب بالراحة، اضرب المعاملات، 7 في 1 ب7 في جذر 5 في جذر 5 ب5، 7 في 5 ب35. ده إجابة السؤال الأولاني. طب السؤال الثاني، إكس على واي، الإكس ب7 جذر 5 على واي اللي هي جذر 5. اسم عادية خالص، 7 على 1 ب7 وجذر 5 على جذر 5 ب1، يبقى 7 في 1 ب7. طيب إجابة السؤال رقم 3 قال لك 2 اكس واي. يعني 2 ايه؟ 2 ايه قصدي 2 اكس على واي. يعني 2 اكس على واي يعني 2 في قيمة الاكس على قيمة الواي. طب قيمة الاكس بايه؟ ب7 جذر 5. ممكن تعملها كده سريعا لو انت عايز. انا اقول له 2 في 7 ب14 والجذر 5 ينزل زي ما هو. طب على واي الواي اللي هي جذر 5. اتفقنا طالما الجذرين شبه بعض ممكن نختصرهم مع بعض كده على طول، هيبقى الناتج 14. طب ده السؤال 3. تعالى معايا على السؤال 4. بقول لك 3 واي ناقص زد تكعيب. 3 واي يعني 3 في قيمة الواي، يعني 3 في جذر 2 او قصدي 3 في جذر 5 هتفضل زي ما هي 3 جذر 5، ما احنا مش هندخل ال3 جوه. ناقص زد تكعيب. يعني ايه زد تكعيب؟ هو الزد بكام؟ بالجذر التكعيبي ل2 واحط عليها اس 3. لما يكون الاس زي دليل الجذر او زي الجذر شيلهم مع بعض، فيبقى عندك هنا 3 جذر 5 ناقص 2. هيجي واحد يقول لي 3 ناقص 2 1، اقول له الله ينور عليك، ركز يا بني ادم برصب الهول. دلوقتي لما يكون رقم جنبه جذر ورقم لوحده دول مخاصمين بعض ما لهمش علاقه ببعض، هتفضل زي ما هي، بس ممكن نظبط الشكل شويه. فهجيب السالب 2 قدام اهي زائد 3 جذر 5 بالشكل ده. ده الناتج النهائي بتاع المساله. طب دي اجابه السؤال رقم 4. طب تعالى مع بعض نجاوب السؤال رقم 5. بيقول لك 3 اكس ناقص 7 واي. 3 اكس ده اجابه 5 ناقص تقريبا 7 واي. تعالى نرجع لها كده. 3 اكس ناقص 7 واي. الاكس ب7 جذر 5 يبقى 3 في 7 جذر 5 يعني يبقى 21 جذر 5. جت منين؟ عشان 3 في 7 21 وجذر 5 زي ما هو. ناقص 7 جذر واي. هو الواي بكام؟ بجذر 5. يبقى 7 في جذر 5 هتبقى 7 جذر 5. طب وبعدين هنطرح ازاي؟ ناخد منهم جذر 5 اهو.
21 ناقص 7 هتطلع ب 14، يبقى 14 جذر 5. طيب ده إجابة السؤال الخامس. إجابة السؤال السادس بيقول لك هنا 4 زد تكعيب على 2 واي تربيع. 4 زد تكعيب على 2 واي تربيع. طيب تعال نشوف كده. 4 زد تكعيب يعني الليلة ها 4 زد تكعيب قلنا اللي هي تبقى جذر 2 لكل تكعيب، يبقى 4 في جذر 2 لكل تكعيب اهي 4 في جذر 2 طبعا دي تكعيب وكل تكعيب على 2 في واي تربيع. الواي اللي هي جذر 5 اخليها كلها تربيع اهي جذر 5 لكل تربيع. طب امشي معايا خطوه خطوه كده وركز معايا ما تهيس. هنا هنقول له 4 في قلنا الاس بيشيل الجذر لو زي بعض يبقى 4 في 2 وهنا 2 في الاس بيشيل الجذر بس لازم يكون هنا موجب عشان تربيع خلي بالك. طب وبعدين ممكن نعملها بالشكل ده مختصره عادي يعني انت لو لاحظت كده عندك 2 فوق و2 تحت تشيلهم مع بعض هيطلع 4 على 5. مش عارف تجيب القيمه دي كلها على الاله وتريح دماغك القيمه النهائيه. طيب السؤال اللي بعده تعالى كده معايا برضو هنا قال لك اوجد قيمه كل مما ياتي سالب 7 جذر 2 في 5 جذر 2. يا عم عادي تعالى نضرب سالب في موجب بسالب 7 في 5 ب 35 جذر 2 في جذر 2 قلنا جذر في جذر يعطي قيمه تحت الجذر لنفس الرقم يبقى نقول له في 2 سالب 35 في 2 بسالب 70. طب السؤال اللي بعده هنا تعالى نشوف المسألة دي برضه هنضرب اهو 5 في 6 ب 30 يبقى 30 جذر 7 وهنا خلي بالك ان هنا في عشان احط لك قوس كده بس تبقى واضحة في سالب 4 سالب في موجب بسالب 2 في 4 ب 8 جذر 7 برضه اتفقنا الجذر هيطير مع الجذر يبقى 30 على سالب 8 هنختصرها هنطلع السالب طبعا ممكن تطلع فوق او جنب الكسر كده اقسم على الاثنين فوق وتحت يبقى 15 على 4. طيب السؤال رقم 3 ركز كده معايا قال لك الجذر التكعيبي ال 5 أس 3 في 2 جذر 5 على 5 جذر 5. طيب هنعمل ايه؟ قلنا طالما هنا تكعيب وهنا دليل الجذر تكعيب برضه بشيلهم مع بعض يتفضل لك 5 في 2 جذر 5 على 5 جذر 5. طب بالراحة كده معايا الجذر 5 هياخدوا جذر 5 ويروحوا مشوار الخمسة هتاخد الخمسة وتحصلهم في نفس المشوار هتفضل لي الاثنين مش هتتحرك هيبقى الناتج بتاعنا 2 طيب كمل معايا كده السؤال الجميل ده اللي كل الشباب بيروحوا جاي رازعينه على الآلة ويقول لي الناتج اهو. انا ما عنديش مشكلة بس خلي بالك لو المسألة دي جاية مثلا في مسألة كلامية او حاجة لازم تعمل لها الخطوة بتاعتها عشان تاخد الدرجة كاملة. لو قال لك 9 على جذر 3 بعمل ايه عشان اخلي المقام عدد صحيح؟ قلنا بنضرب في الموجود في الجذر. يعني ايه؟ يعني 9 على جذر 3 ايه؟ هضرب في جذر 3 فوق وتحت. هنا في جذر 3 هنا جذر 3 9 في جذر 3 يبقى 9 جذر 3 جذر في جذر يعطيك ما تحت الجذر يبقى نكتب هنا 3. طيب 9 على 3 ب3 يبقى 3 جذر 3. دي الصورة النهائية بتاعتها. الآلة هتعملها كده هتوصلك لدي على طول. طب تعالى معايا هنا في المسألة الثانية سالب 3 جذر 2 هضرب في جذر 2 برضه فوق وتحت. انا بضرب اللي موجود في المقام اهو جذر 2 وهنا جذر 2 سالب في موجب بسالب 3 بجذر 2 يبقى 3 جذر 2 زي ما هي. جذر 2 في جذر 2 هتطلع لي ب 2. دي الصورة النهائية ما فيهاش اختصار يبقى دي أبسط حاجة توصل لها. طيب هنا لما يكون معايا رقم جنب الجذر هل محتاج أضرب في الرقم بالجذر بكله؟ لا أنا باخد الجذر بس أهو. هنيجي هنا نقول له أدي 5 3 جذر 5 المسألة اللي عندي أقول له في هضرب في المقام بس يعني هنا في جذر 5 أنا أقصد أضرب في الجذر بتاع الإيه؟ بتاع المقام بس أهو.
5 في جذر 5 هيبقى 5 جذر 5. طب تعالى معايا كده بالراحه. 3 في 1 ب3. فين الواحد يا مستر؟ اللي هو دليل الجذر او قصدي المعامل اللي قدام الجذر، طالما ما فيش حاجه بعتبرها واحد. جذر 5 في جذر 5 يبقى فيه 5. ممكن قبل ما اضرب خليك لماح كده، عندك 5 فوق و5 تحت هيطيروا مع بعض، هيتفضل لك جذر 5 على ال3. وده برضو من الامثله الكويسه اللي بيجي عليها سؤال في الامتحان. تعالى معايا على جزئيه مهمه اللي هي الخواص بتاعه الجمع والضرب، وكنا اصلا شغالين عليها السنه اللي فاتت، اللي هي الابدال والدمج والمحايد الضربي والمحايد الجمعي والمعكوس الجمعي والمعكوس الضربي والكلام ده كله. احنا اول حاجه عندنا كانت خاصيه اسمها الانغلاق. يعني ايه الانغلاق؟ يعني لو جمعت عدد حقيقي مع عدد حقيقي اكيد مش هيطلع لك الناتج من المريخ، يعني هيطلع لي الناتج ايه؟ حقيقي. او ضربت عدد حقيقي بعدد حقيقي فبرضه هيطلع لي عدد حقيقي. ده اول حاجه اسمها الاغلاق. طب تاني خاصيه اسمها الابدال. يعني ايه الابدال؟ يعني لو بدلت الاماكن A زائد B هي B زائد A، وبرضه في الضرب نفس الموضوع A في B هي B في A. طيب تالت خاصيه اسمها الدمج. يعني ايه الدمج؟ لو انا بجمع 3 حاجات مع بعض ممكن اخد رقمين مع بعض في قوس ورقم بره، او واحد يعكس يسيب ده بره وياخد دول مع بعض، هتطلع نفس الناتج بره. وفي الضرب نفس الموضوع اهو، اضرب رقمين مع بعض واسيب واحد بره او اعكس برضه مفيش مشكله. طيب توزيع الضرب على الجمع. يعني ايه توزيع الضرب على الجمع؟ انت بتقول ايه؟ يعني ممكن اجي اللي بره القوس ده هضربه في اللي جوه القوس. A في B موجب او سالب على حسب الاشاره اللي موجوده جوه A في C، وهناخد امثله عليها. الحاجات بقى المهمه اللي دايما بتتنسي، المحايد. المحايد الجمعي هو الصفر، اوعى يتنسي. المحايد الضربي هو الواحد، اوعى يتنسي. طيب المعكوس. المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي. المعكوس الجمعي غير اشارتك بس، يا رب يكون الرقم فيه عفريت. المعكوس الجمعي غير اشارات الدنيا كلها، غير اشارات الرقم كله، ده المعكوس الجمعي. المعكوس الضربي شقلب كسر، البسط مقام والمقام بسط. طب لو ما عندوش مقام بعتبره واحد، ورقم شقلبه يبقى الواحد في البسط والرقم هو اللي في الايه؟ اللي في المقام. هيقابلنا الكلام ده كله دلوقتي واقول لك عليه امثله. ركز معايا كده. تعالى الاول ناخد اللي هي توزيع الضرب على الجمع زي ما احنا قلنا. قال لك اوجد ناتج كل مما ياتي بابسط صوره. اول مساله اخد اللي بره اوزعه على اللي جوه. يعني ايه اوزعه؟ يعني تعالى نضرب. طب اضرب ازاي؟ واحده واحده مع بعض اهو. موجب في موجب بموجب، 2 في 5 ب 10. جميل. في جذر 3 بجذر 3 يطلع ب3، يبقى الجنب ده كده خلاص خلصت منه، عباره عن 10 في 3. هوزع ده تاني مع اللي جوه، موجب في سالب بسالب، 2 في 4 ب8 ومفيش جذر فهتفضل زي ما هي. جميل. تعالى نكمل. 10 في 3 ب30 ناقص 8 جذر 3. بس عندي هنا وقف، ما تجيش تقول لي 30 ناقص 8 وايه بوبي ليله كبيره، لا، ولا تطرح ولا تجمع، اقف لعند هنا خلاص. ده رقم وده رقم مع جذر، سيبهم لوحدهم. طب تعالى على السؤال رقم 2. هنا هنفك الاقواس دي ازاي؟ دي ليله كبيره سعادتك، عادي. خد الاولاني وزعه على الكل والتاني وزعه على الكل، وامشي خطوه خطوه بالراحه. مسائل الجذور والاعداد الحقيقيه محتاجه هدوء وبرود، ما تستعجلش وما تخربطش الدنيا وما تعملش فيها اور تاخد لي خطوتين 3 في خطوه واحده، هتلاقي نفسك تايه والمساله سايحه في بعض. هناخد الاولاني نوزعه على الكل. 2 في جذر 3 ادي ب2 جذر 3. موجب في موجب بموجب، 2 في 7 ب14. كده خلصنا من الاثنين. خد الجذر وزعه على الكل. موجب في موجب بموجب، جذر 3 في جذر 3 ب3. موجب في موجب بموجب، 7 في جذر 3 ب7 جذر 3. طب وبعدين تعالى نجمع الارقام مع بعض والجذور مع بعض. 14 زائد 3 ب17 زائد 2 جذر 3 و7 جذر 3. هجمع المعاملات، 2 و7 9 جذر 3. بس خلصت كده المساله. ما تجيش تقول لي برضه اجمع 17 مع ال9، لا، ده رقم مع جذر وده رقم لوحده. طب تعالى على السؤال اللي بعده. هنا في السؤال 3. سؤال 3 ده راجل محترم خالص. لو لاحظت كده القوسين زي بعض مع تغيير اشاره النص. هل محتاج افضل اوزع زي دي؟ لا، طالما القوسين زي بعض مع تغيير اشاره النص يبقى ضربها سهل شويه، ليها خاصيه كده. تعمل ايه يا مستر؟ بضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني. طب تعالى نضرب الاول في الاول. 7 في 7 ب49.
في جذر 2 في جذر 2 ب2 ناقص كده ضربت الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني 5 في 5 ب 25. طب تعالى نفك الليله دي 2 في 9 ب 18 8 معانا الواحد 2 في 4 ب 8 و1 9 ناقص 25. اطرح براها 8 ناقص 5 3 9 ناقص 2 7 يبقى 73. المثال الرابع فكت القوس المربع بتاع عمك كامل. طب بنفك القوس المربع بتاع عم كامل ازاي؟ ركز معايا كده. الاول في نفسه 5 في 5 ب 25 وهيقول لي بس كده كفايه. لا يا حبيبي لسه معاك جذر 3 وجذر 3 في جذر 3 ب 3 يعني الليله الاولانيه دي عباره عن 25 في 3 ده فكت الاولاني اللي هو الاول في نفسه. زائد دايما الثاني في نفسه 2 في 2 ب 4. هنا عاوزين اشاره النص. طب خلي بالك لو كان في هنا سالب كنت تقول له سالب في سالب بموجب. خلي بالك من اللقطه دي. طب اشمعنى انا خدت اشاره النص؟ عشان ده موجب فموجب في سالب بايه؟ بسالب. 5 جذر 3 في 2 في 2 5 في 2 ب 10 10 في 2 ب 20 جذر 3. طب تعالى كده نجمع. هنا 3 في 25 3 في 5 ب 15 3 في 2 ب 6 1 7 يبقى 75 زائد 4 ناقص 20 جذر 3. هجمع الرقمين مع بعض 75 زائد 4 يبقى 79 ناقص 20 جذر 3. طب هيطرحوا يتجمعوا اي حاجه؟ لا زي ما هي ولا هتيجي جنبها. طب تعالى معايا على الفكره اللي بعدها برضو نفس الفكره اللي كنا واخدينها هناك بس هناك كان عباره عن جذر لوحده اللي هو لما يجي يقول لك ايه اجعل المقام صحيحا. طب هنا في ناقص او زائد بعمل ايه؟ لما اجيب لك ناقص او زائد جذر في المقام بضرب في المقام مع تغيير اشاره النص. يعني ايه مع تغيير اشاره النص؟ يعني هاجي هنا كده هكتب نفس المساله 1 على 4 ناقص جذر 2 في هكتب المقام تاني بس اغير اشاره النص بدل ما هي ناقص اخليها زائد اهي. يبقى فوق وتحت طبعا 4 زائد جذر 2. طب لما اجي اضرب هنا فوق 1 فهيفضل البسط زي ما هو مش هيتاثر 4 زائد جذر 2. وهنا لما اجي اضرب الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني 4 في 4 ب 16 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب 2 هتطلع في الاخر 4 زائد جذر 2 على 16 ناقص 4 يبقى 14. يبقى 4 زائد جذر 2 على 14 ممكن نختصرها شويه نوزع البسط على المقام هتبقى 2 على 7 زائد جذر 2 على 14. الحته الاخيره دي ممكن تعمل دي على الاقل هتديك الناتج ده. تعالى معايا في المثال الثاني برضو نفس الفكره. هنكتب المساله اهو هضرب في المقام مع تغيير اشاره النص طيب هنا بقى مش واحد هنا 4 فهعمل ايه؟ هكتب الاربعه واحط قوس اكتب البسط اللي انا حاطه تاني جنب بعض كده وما تستعجلش. تعالى ما تدخلش الاربعه جوه وتجري كده زي الايه زي العبيط تدخلها جوه لا ما تستعجلش. 3 في 3 ب 9 ناقص جذر 5 في جذر 5 ب 5. طب هو 9 ناقص 5 بكام يا مستر؟ ب 4 يعني كل دي ب 4 يبقى دي هتطير مع اللي فوق. عرفت بقى ليه قلت لك ما تضربش الاربعه جوه؟ فهيتفضل لك في الاخر ان الشكل ده هيتحول 3 ناقص جذر 5. طب تعالى معايا في المثال الاخير ده. طب الجذور عادي مع نفس الفكره اضرب في الجذر بس مع تغيير اشاره النص اهو. هنكتب هنا المساله جذر 3 ناقص جذر 2 في اهو هيضرب فوق جذر 3 زائد جذر 2 وهنا جذر 3 زائد جذر 2 1 فيه فده هيفضل زي ما هو اهو جذر 3 زائد جذر 2. طب لما بضرب ده الاول في الاول ناقص الثاني في الثاني جذر 3 في جذر 3 ب 3 ناقص جذر 2 في جذر 2 ب 2. طب 3 ناقص 2 1 وده على 1 هيفضل زي ما هو جذر 3 زائد جذر 2. طب تعالى معايا على الفكره الاخيره المعكوس الجمعي والمعكوس الضربي اللي احنا قلنا عليه. المعكوس الجمعي غير الاشاره
يبقى هنا الجمعي هنكتب بس اختصارا كده، هنغير الإشارة ده، لما سالب تبقى موجب يبقى 7 جذر 3. طب الضربي للأصلي هعتبر ده على 1، هنشقلبه يبقى 1 على سالب، أو خلي السالب فوق. يبقى سالب 1 على 7 جذر 3. في المعكوس الضربي ملوش علاقة بالإشارة، بس سيبها زي ما هي. بس خلي بالك هنا المقام محتاج يتظبط أهو. هنضرب في جذر 3 فوق وتحت. سالب 1 في جذر 3 بسالب جذر 3، جذر 3 بجذر 3 ب3، 3 في 7 ب21. يبقى ده كده المعكوس الضربي. طب المسألة الثانية نفس الفكرة، نجيب لها الجمعي. هو تقريبا احنا بنكتب هيروغليفي. هنجيب لها الجمعي وهنغير الإشارة بس تبقى سالب جذر 3 على 3. المعكوس الجمعي ده والله محترم ابن ناس. هنجيب الضربي المتعب، شالب الكسر كده كده عندك مقام، فنشالب ويبقى 3 على جذر 3. طب هعمل ايه؟ هضرب في المقام هنا في جذر 3 فوق وتحت. 3 في جذر 3 ب 3 جذر 3. طب جذر 3 في جذر 3 ب 3. مش قلنا جذر في جذر يعطي ما تحت الجذر؟ هنشيل الثلاثة اللي فوق مع الثلاثة اللي تحت، هتطلع لك في الآخر ب3. ده كده المعكوس الضربي النهائي. هنا المعكوس الجمعي للمسألة دي غير الإشارات اللي احنا اتفقنا مع بعض. دي إشارتها موجب خليها سالب، يبقى سالب 2 جذر 5. دي سالب يبقى خليها موجب 1. طب الضربي شقلب الكسر ده اعتبره على 1، فلما نشقلب هتبقى 1 على 2 جذر 5 ناقص 1. بقى عندك ناقص، اضرب في المقام مع تغيير إشارة النص، يبقى 2 جذر 5 زائد 1 و2 جذر 5 زائد 1. البسط هيتكتب زي ما هو عشان عندك هنا 1 فمش هيتأثر، يبقى 2 جذر 5 زائد 1. 2 جذر 5 في 2 جذر 5، 2 في 2 ب4، وجذر 5 في جذر 5 ب5. طب 4 في 5 ب20، ناقص 1 في 1 ب1. يعني في النهاية هتطلع 2 جذر 5 زائد 1 على 19. ولو كتبناها على الآلة هتطلع كده 1 على 19 زائد 2 جذر 5 على 19. دي أبسط صورة ممكن توصل لها. وبكده يبقى احنا شرحنا مع بعض الدرس الثالث اللي هو العمليات على الأعداد الحقيقية، وإن شاء الله مكملين مع بعض وفضل لنا درسين ونخلص الوحدة الأولى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.